يبدأ الفيلم في روسيا، حيث تجلس عائلة مكونة من 3 أفراد بجانب النهر يستمتعون بوقتهم. الأصغر بينهم سيرجي إلياشكوف يتفاخر لأخيه الأكبر ووالدته بأنه كان على قمة شجرة، عندما فجأة تحلق الطائرات الألمانية فوقهم. تطلب الأم من أطفالها الاختباء بسرعة في الشجيرات، لكن الطفل ذو ال6 سنوات يدعي أنه غير خائف ويضرب الطائرة بالمقلاع. لدهشة الجميع يتمكن من إصابة الطائرات وتفجيرها، ولكن عندما ينظر حوله يجد أن عائلته قد اختفت. يستيقظ سيرجي مذعورا من الحلم وينادي على والدته. في تلك اللحظة يطرق أحدهم الباب، يعتقد أنه والدته، فيركض نحو الباب، لكن امرأة من الجيران تدخل مذعورة، تشكر الله على بقائه حيا وتخبره أن والدته وأخيه قد ماتا. لا يستطيع الصبي الصغير استيعاب ما تقوله، ويريد البقاء في المنزل لانتظار والدته. تخبره المرأة أن الألمان قد هاجموهم وأنه يجب عليه الهرب. في تلك اللحظة يقترب بعض الجنود من منزلهم، تجعل المرأة سيرجي يهرب من النافذة، لكنها تقتل قبل أن تتمكن من الانضمام إليه. الطفل ذو ال6 سنوات الآن بمفرده بلا عائلة أو أصدقاء. بينما يهرب سيرجي من المنزل يرى حيه كله يحترق خلفه، ينادي على والدته بلا جدوى ويهرب من هناك. بعد الركض لفترة ينتهي به الأمر في وسط الغابة. يبدأ الطفل الصغير في مناداة والدته لتأتي وتأخذه، لأنه ضائع في تلك الليلة. يبقى في الغابة. في صباح اليوم التالي نراه يشرب الماء من النهر. عندما يقترب الجنود الأعداء من طريقه يعرف سيرجي أنهم خطرون، فيختبئ بسرعة داخل جذور شجرة. يفاجأ عندما تقترب أفعى، لكنه لا ينطق بكلمة أو يهرب. سيرجي أكثر خوفا من الجنود من الأفعى. يأكل الجنود بجانب النهر ويذهبون بعيدا، وبعد ذلك يأخذ سيرجي الطعام المتبقي منهم ويلتهمه لليلة. ومع ذلك بحلول نهاية اليوم يكون الصبي الصغير مرهقا، لم يتناول وجبة مناسبة منذ يومين، وكان يمشي بلا وجهة. يسقط بينما يعرج، لكنه لا يتوقف عن المشي. بينما هو في طريقه يرى التوت البري ويلتهمه، لكن في تلك اللحظة يحدث انفجار خلفه مما يفاجئه. يشعر الصبي بالدوار ويبدأ في الهلوسة بأن شخصا ما يأتي خلفه، ومع ذلك حتى في مثل هذه الظروف يقف بشجاعة ويخبر الشخص أنه لديه بندقية وأنه غير خائف. يعرج للأمام لكنه يسقط فاقدا للوعي بعد فترة. بينما هو نائم يقترب منه جنديان. المشهد ينتقل إلى قاعدة الجيش الروسي، حيث ينتظر القائد كوزنتسوف جنود الدورية. يأتون مع الطفل الصغير الذي هو مصاب وضعيف. عندما يدعي الجنود أنهم في صفه يفتح الصبي الصغير قلبه ويقدم نفسه. يضحك الجنود عندما يصافح الطفل القائد، مشيرين إلى أنه يجب أن يقدم نفسه أيضا. يشعر الجنود بالحنان تجاه الطفل الصغير ويحيطونه، يجعلونه يشرب الماء ويطعمونه. حتى القائد البارد عادة يعتني بالطفل. ممرضة تدعى كاتيا تضمد جروح سيرجي وتفتن بشخصيته أيضا. يطلب الطفل منها أن ترسم دبابة على جروحه لأنه يريد أن يكون جنديا عندما يكبر. حتى الجنود المصابون يتحدثون إلى الطفل ويشعرون بالراحة. سيرجي مفتون بمسدس القائد في وحدته. القائد أيضا يجيب على جميع أسئلة الصبي الصغير ويسمح له باللعب بمسدسه الفخري. بعد إخراج الرصاص يظهر سيرجي له الدبابة المرسومة على بطنه ويتفخر بأنه جندي بنفسه. الطفل يشفى بسرعة كبيرة. تطلب الممرضة كاتيا من القائد أن يسمح للطفل بالبقاء مع الكتيبة، لكنه يرفض مدعيا أنه لن يكون آمنا. يريد إرسال سيرجي إلى دار الأيتام. يقضي الجنود كل وقت فراغهم مع سيرجي. يزوره الكثيرون طوال اليوم، يجلبون له الطعام الذي أرسلته عائلتهم من بعيد، وحتى يسمحون له باللعب بمناظيرهم. في يوم من الأيام يذهب جندي إلى القائد ليطلب منه السماح للطفل بالبقاء مع الكتيبة. لقد نشأ الجنود علاقة وثيقة مع الطفل ويفكرون فيه كأنه واحد منهم. وجوده يخفف من ثقل الأعباء عن صدورهم، ومع ذلك يصر القائد على إرسال الطفل إلى دار الأيتام من أجل سلامته. في اليوم التالي يهاجم الأعداء ويصاب العديد من الجنود. تأتي مركبة لأخذ سيرجي إلى دار الأيتام. يخبر القائد الطفل بالأخبار ويعطيه مسدسا خشبيا فخريا كهدية. يحتضن الطفل القائد مدعيا أنه خائف على سلامة القائد. يذوب القائد في حضنه ويغير رأيه. يطلب من سيرجي البقاء مع الجنود كابنه. في تلك الليلة يبحث الجنود عن ملابس جندي صغيرة للطفل الصغير. هم في غاية السعادة لوجود سيرجي معهم. يوقظ القائد سيرجي ويعطيه الملابس. يرتديها ويركض حوله يبدو كأنه جندي حقيقي. يبدأ الآخرون في مناداته بجنديهم الصغير. بينما يركض الطفل يشن الألمان هجوما جويا على الكتيبة. يأخذ الجنود سيرجي بسرعة إلى مكان آمن ويقاتلون الآخرين. يزداد عدد الجنود المصابين بسرعة. يريد سيرجي أن يكون مفيدا، لذا يجلب الماء للجنود العطشة. يطلب منه أحدهم قراءة رسالة أرسلتها عائلته لأنه لديه ضمادة على عينيه. يريد الصبي الصغير المساعدة لكنه لا يعرف كيف يقرأ. يأخذ الرسالة ويبدأ في اختلاق الأشياء المكتوبة عليها، مدعيا أن بقرة الجندي آمنة في المنزل.
عندما يقول الجندي إنه لا يملك بقرة، يخبره الآخرون أن يسير القصة ويضحكون. يقرأ رسائل الآخرين بنفس الطريقة ويبهجهم. في المشهد التالي نرى كاتيا والقائد يتحدثان. يبدو أن الاثنين منجذبين لبعضهما البعض، لكن لا يعترفان بمشاعرهما. لاحقاً يخبر سيرجي القائد أنه في منصب النظام في الكتيبة، ويبدأ في تقديم نفسه كواحد. ومع ذلك يرى الصبي بعد ذلك أحد الجنود المتمركزين مدمراً من الهجوم. يعلمه القائد أن يخلع قبعته احتراماً للجندي الميت. في اليوم التالي يصر على أن يعطيه القائد مهمة، ويعطى مهمة توزيع الرسائل بين الجنود. يكمل مهمته بكفاءة وحتى يجعل الجنود يرقصون له. في اليوم التالي يذهب سيرجي بعيداً قليلاً عن القاعدة بمناظيره. بينما يلعب بها يرى ساق شخص تتحرك من داخل كومة قش يسرع بالعودة إلى الكتيبة، ويخبر الجنود عن اكتشافه. يشك الجنود، لكنهم يذهبون مع الصبي على أي حال. عندما يصلون بالقرب من كومة القش يتنبهون لرؤية جاسوسين ألمانيين مختبئين تحتها. يتم القبض على الجواسيس ويشاد بالطفل لذكائه. في تلك الليلة يظهر القائد لسيرجي الأوراق القانونية لتبنيه. هو الآن رسميا ولد الطفل. يعرف سيرجي بمشاعر القائد تجاه كاتيا، لذا ليرد له الجميل يأخذه للاعتراف لها. لكن الاثنين يريانها تتحدث إلى رجل آخر، ويفترضان خطأ أنها مهتمة بشخص آخر. يتم مهاجمة القاعدة من قبل الألمان مرة أخرى. هذه المرة يساعد سيرجي الجنود بكل قوته بتزويد الذخيرة للجنود في الخط الأمامي، لكن الجنود هناك يأمرونه بالعودة إلى المخزن لأنه خطير جدا في الخارج. عندما يأتي إلى المخزن يرى القائد والآخرين في حالة ذعر، لأن الاتصال بالهاتف مع العقيد قد انقطع. يتم إرسال جندي لإصلاح الأسلاك المقطوعة. يتبع سيرجي الجندي ويرى أنه قد أصيب بجروح قاتلة. يسأل الجندي المحتضر كيف يمكنه إصلاح الأسلاك ويفعلها بنفسه. يعود الاتصال ويتم استدعاء المزيد من القوات. ينقذ الطفل ذو ال6 سنوات حياة الجميع. لاحقا نرى القائد وكاتيا يتحدثان بجانب النهر. يعترف القائد أخيرا بحبه لها ويطلب منها أن تكون والدة سيرجي. كاتيا في غاية السعادة، لكن قبل أن تتمكن من قول أي شيء يقترب جندي منهم ويعطي القائد رسالة تقول إنهم قد تم نقلهم من القاعدة. في اليوم التالي يغادر جميع الجنود إلى قاعدتهم الجديدة مع سيرجي، ومع ذلك في طريقهم يواجهون حقل ألغام ينفجر فيه بعض مركباتهم. القائد مصاب، بينما يموت المنظم الذي كان سيرجي قريبا منه في الانفجار. يبكي ويعانق القائد. يحملون المصابين معهم ويواصلون رحلتهم إلى قاعدتهم الجديدة. عندما يصلون أخيرا إلى القاعدة الأخرى يلتقون بقائد القائد الجنرال. هو أيضا معجب بطموح الطفل ويهنئ القائد لامتلاكه طفلا ذكيا. في اليوم التالي تمنح فرقتهم راية الحرس وكذلك الطفل. يعد بإنقاذ بلده عندما يمنحه الجنرال شارة. في إحدى الليالي تتعرض قاعدتهم لهجوم وحشي ويحاصر القائد تحت الأنقاض. يبكي سيرجي على والده ويحاول إنقاذه. ينادي الجنود الآخرين الذين يخرجون القائد أخيرا. في اليوم التالي يقترب سيرجي من القائد المصاب. كانت يداه مصابتين أثناء محاولة إنقاذ القائد. الطفل الآن جزء لا يتجزأ من الفريق، ليس لديه عائلة بجانبهم ويتحرك أينما ذهبوا في الحرب. ينتهي الفيلم بينما يرى الفوج ينتقل إلى قاعدة أخرى. صوته في الخلفية يروي أنه حتى شارك في معركة ستالينغراد ووصل إلى بولندا مع الجنود. يعرف حاليا بأنه أصغر جندي في العالم على الإطلاق، وقصة شجاعته الأسطورية تنتشر الآن ليعرفها العالم بأسره. اشترك لمزيد من الفيديوهات مثل هذا. قم بتفعيل الإشعارات واترك إعجابا لدعم القناة. شكرا لمشاهدتك.